الاهالي اللي جايبه الناس على فكره، الحكومه لا جابت حاجه ولا في الموج حرب طلعت ولا في اي حاجه طلعت. مفيش حد جاب الناس ديت غير المراكب بتاعه الصيد بتاعه الاهالي. مفيش حد طلع من الجيش ولا اي حاجه طلعت ولا الحكومه اتحركت في اي حاجه. الناس الصيادين اللي جابوهم، واحنا عايزين نطلع نجيبوا ناس مش راضيين يطلعونا. المركب اللي احنا فيه عايزين نطلع نجيبوهم، ندوروا مع الناس على ناس غرقانه وناس ميته، ما حدش راضي يطلعنا. موقفيننا اهو كده. بيبداوا يحركوا الناس عشان ياخدوهم بقى يودوهم في حته تانيه، يهربوا من حته تانيه عشان الرحله دي فشلت. الناس اتحركت اهيت، اللي ميت هيروح على الاسعاف والحي هيروح بقى يتحقق معاه وكده. وادي المركب التاني اسمه الجاريه 2 جاي اهوت محمل يا جماعه. لا في حكومه جايبه حد ولا في لونوش حربيه جايبه حد ولا بتاع. اللي جايبين الناس المراكب بتاعه الصيد اهم. عشان بس الاعلان دلوقتي هيقول لك بقى احنا جايبين قامت القوات البحريه وقوات الجيش وقوات الشرطه والبلد بحالها جايه. المركب الثاني جاي اهوت الازرق دهوت داخل فيه 100 واحد فيهم 10 ميتين. ادي المركب الثاني، ادي المركب الثاني دخل محمد اهو كمان. الناس دي كلها كانت في مركب واحد. المركب الغرقان مركب واحد مش 10. مركب اصغر من ده كده فيه 550 واحد ماتوا. 600 في ناس بتقول لك 600 كمان. ده هم حيين والباقي كله مات والباقي مش لاقيينه الناس. واهو اديكم ممكن سامعين الناس بتتكلم متضررين. النهارده يوم 21/9/2016 يوم الاربعاء، عشان ما يقولوش الفيديو مفبرك والحوارات اللي حصلت قبل كده. لو الجماعه العساكر يعني راكبين اللانش ده يعني بيعملوا حكايات كده يعني واقفين يعني. اما احنا واقفين مش راضيين يطلعونا عشان نروح نجيب بقيه الناس من المايه من هناك.